يا مساء الورد. النهارده هعمل قرص فلاحي. احنا خلاص داخلين على الشتاء والجو بيبقى ساقع. عشان نعمل القرص هنحتاج كوباية من السمنة البلدي وتكون سخنة. هننزل عليها بمعلقة كبيرة من الكمون الصحيح وكمان اليانسون ومعلقة كبيرة من السمسم المتحمص. نسيبهم على جنب. ننزل في بولة بحوالي كيلو من الدقيق، معلقتين من السكر، معلقة من الملح، كمان معلقة كبيرة من الخميرة. نبدأ ننزل عليهم بالسمنة. السمنة طبعا سخنة مش متسيحة، يعني ما تكونش اوفر، تكون يعني مش سخنة قوي. بعد كده نبسهم. هننزل عليهم بحوالي معلقتين من القشطة. لو مش متوفر خلاص مفيش، هننزل بكوباية من اللبن ونبدأ نعجن. بعد كده هنشوف الدقيق. طبعا الكيلو الدقيق بيحتاج من كوباية لكوبايتين من اللبن او كوباية لبن وكمان كوباية من المية. انا كده اكتفيت باللبن. هبدأ انزل بكوباية من المية. بعد كده هنعجن كويس جدا لحد لما العجينة تكون ناعمة في ايدينا. كل ما بنعجن في القرص كويس كل ما بناخد احلى نتيجة للقرص. القرص الفلاحي غير القرص اللي بتاعت الافران. بجد كل ما بنعمل حاجة في البيت كل ما بتبقى طعمها احلى وانضف واسهل كمان. بعد كده خلصناها نبدأ نغطيها. انا كده بشوفها اذا كانت بقت حلوه ولا لا. في ايديا لقيتها بصراحه جميله جدا. نبدا نغطيها وهنسيبها ترتاح براحتها خالص. احنا داخلين على الشتاء فبيبقى وقت التخمير مختلف عن وقت الصيف، يعني من حوالي من نص ساعه لحد ساعه على حسب طبعا درجه حراره المطبخ. بعد كده ما شاء الله لما اختمرت نبدأ نكورها كده كور صغيرة، وبعدين نضغط عليها ضغطة بصبعنا وننزل عليها بالعجوة، وبعدين هنلفها نضغط عليها بايدينا، وبعدين هننزلها في الصينية وهنغطيها لحوالي نص ساعة علشان تتخمر. بعد ما اختمرت، بعد حجمها بدأ يتضاعف، ننزل بالشوكة نغرزها كده واحدة واحدة علشان تطلع الهواء اللي فيها. بعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد 10 دقايق هتطلع بالجمال ده طرية، وبجد طعمها حلو جدا. بجد طعم السمنة البلدي وكمان الكمون واليانسون بجد اداهم طعم حلو جدا. اشوفكم على خير في وصفة تانية. مع السلامة.